تالت واكتر حاجة بيحبها منصور هي الفلوس، والنهاردة يوم مهم قوي في حياته عشان مستني صفقة العمر اللي هيمضيها. اهو جرس الباب رن والراجل وصل. حلال عليك، امضي واقبض يا منصور. اخ، برضه قطع. الضلمة عقدت منصور، عشان كده تلاقيه ماشي على طول بالشمع، ليل نهار ماشي بالشمع. من كتر ما النور بيقطع ملقاش قدامه حل غير الشمس. اسعد لحظات حياته لما يشوفها ويمشي باصص لها. نفسه يفرح ويفرح كل الناس اللي معاه، وكلمته المشهورة شمس شمس. منصور حس ان النور مضطهده، اثر في كل حاجة في حياته، عشان كده مقتنع ان البلد هي السبب في قطع النور. نفسه الليل كله يبقى نهار والشمس ما تفرقوش خالص. بيتعذب جدا لما يشوف الشمس ساعة الغروب. ساعة فراق له الشمس هي نهاية العالم بالنسبة له. بتفكره دايما بالبلد، ما بقاش فيها اي حاجة منورة، بقت كلها ضلمة. منصور كره البلد. دي بقى مدام سيدة ليه كده، موظفة كبيرة جدا جدا وبتكره الكوسة جدا جدا جدا. بتشتكي من كل حاجة بتحصل في البلد، وشايفة ان البلد كلها بقت كوسة. اصل الشهر اللي فات جوزها ما ترقاش وترقى الاصغر منه بسبب الكوسة، وابنها اترفض من الشغل الجديد علشان معهوش واسطة. ما هي كوسة. سيدة اتعقدت من البلد وكرهت العيشة فيها من كتر الكوسة اللي شافتها. عندك حق يا سيدة، مين فينا بيحب الكوسة؟ ده بقى شلاطة غاوي قلاطة، الوحيد اللي في عيلته مؤهل عالي. وعشان هو مؤهل عالي شايف نفسه موسوعة متحركة. شلاطة بيهتم بمظهره قوي، شايف انه محدش زيه في البلد. بيتخنق قوي من جهل الناس وغبائهم. اخبديه جهلة ما بيفهموش. شايف ان كلهم اغبياء وما بيفهموش. عشان كده شلاطة كره البلد، هو كره العيشة فيها. ده شيحة مدي ريحة. شاب نشيط جدا، بيبدأ يومه من الصبح بدري، وأول حاجة بيعملها يجري على الحمام يغسل وشه. بس يا خسارة، الحلو ما بيكملش، المية قطعة كالعادة. شيحة حظه كده مع المية، كل يوم قطع، لدرجة ان بقاله شهر ما استحماش، مش لاقي مية. طب هتعمل ايه يا شيحة وانت كده مدي ريحة وعندك ميعاد مهم؟ شيحة اضطر ينزل ويركب الاتوبيس، وفي الاتوبيس والزحمة الناس من ريحة شيحة طلبت الرحمة، لكن شيحة مسكتش وطلب من اللي جنبه. شيحة شخص محبوب جدا من اصحابه،
أصحابه بيستمتعوا بالقعدة معاه، أصل وجوده بيعمل جو. ما احنا قلنا بقاله شهر ما استحماش. عشان كده عندهم استعداد يعملوا له أي حاجة. دايما بيفكروا فيه وبيعرفوا يختاروا له الهدايا المناسبة. ياه، صابونة صابونة يا شيحة، ده احنا نسينا شكلها. لا، هدية لوكس صحيح. شيحة فرح بالصابونة جدا وجري يروح على البيت علشان يستعملها. ما احنا قلنا لكم بقاله شهر ما شافهاش. خلاص بقى ملكش حجة، والمفروض يا شيحة بعد النهاردة ما نشملكش اي ريحة. ابسط يا شيحة، اظن كده اخيرا هتقابل اصحابك من غير ريحة. اخ يا خبر، هي المية قطعت عليك تاني يا شيحة؟ هارد لك. ولما اصحاب شيحة شافوه وقفوا معاه وقفة رجالة جدعان صحيح. شيحة بقى ضحية الريحة، اتأقلم مع مشكلته خلاص، والصابون عنده ما بقاش يفرق الراس. ومن كتر ما شيحة بقى مدي ريحة اتعقد خلاص من نفسه. اصل اصحابه كرهوه بسبب ريحته، وهي ريحته جت منين الا من المية بتقطع، والمية بتقطع منين الا من البلد. فشيحة بقى متعقد من البلد. جمالات مهملات، ست نضيفة قوي، بتكره الزبالة قوي قوي. عشان كده اكتر حاجة بتضايقها لما تشوف حد بيرمي زبالة في الشارع او حتى جنبها. مين فينا ما بيحبش النظافة؟ دي الزبالة مصدر اي مرض واي تلوث. جمالات عندها مبدأ النظافة أولا وأي شيء تاني آخرا. وكلمتها المشهورة ناس ما عندهاش دم. ايه ده؟ اوف، معاكي حق يا جمالات. بتعلم الناس وتعرفهم ازاي يكونوا معقمين في كل حاجة.